طيب بسم الله والحمد لله. سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال. الميليشيا المتمردة قبل يوم 15/4 كنتوا 120,000 بكامل عدتكم وعتادكم العسكري. بفضل الله تعالى وبفضل القوات المسلحة السودانية خلال 72 ساعة تم تثبيتكم خسائر في العدة والعتاد بما يقارب نص العدد. الله أكبر واكثر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. بعد أيام قليلة شهر أو شهرين شفنا غايسان الميليشيا ركب العربات ودقش الخلا ما عارف انه مشى وين ذاته. بركة ويقال انه فقد عقله جنة كلكم وخلاكم قاعدين براكم في الدنيا. جنة بعد ايام قليله السيد القائد العام ربنا يحفظه طلع قرارات لغى قانون قوات الدعم السريع ووصفها بانها قوه متمرده على الدوله وعلى الشعب السوداني. مرتزقة. بعد ايام قليله السيد القائد العام حفظه الله ورعاه طلع من القياده العامه دي عنوه واقتدارا راكب طيارته بعمليه نفذتها القوات المسلحه بقوات الرئيسيه. رجالة بس. هو زار منطقه وادي سيدنا، زار مدينه عبره، زار مدينه بورسودان، مشى القاهره، مشى جوبا، والليله سيادته في قطر. الموقف. الله أكبر. اولاد العم سام امبارح على لسان وزير خارجيته فرضوا عقوبات على غايسان الميليشيا المتمرده، وده معناته انه القائد الاول المتمرد الاول عندنا بقى في عداد شنو؟ المجغومين. في عداد المجغومين. السيد القائد العام وفي نفس اليوم اصدر مرسوم بانه تحل قوات الدعم السريع، يعني كانكم من الاساس ما كنتم موجودين. زي الزول كان نايم وصحى الحلمة راحت لبلا زي الطيرة دخلت بالشباك وما لقت بالباب، ما عملت اي حاجه. رايحين في الشارع. ف عندنا عمنا يوسف البنا ربنا يطغاه بالخير قال خبر اقدام الحدو العروض تنساب للان الاقدام ما سمع بالزبير يوم العلي واليوم ساق العوق ونجم صفعدوه ونيام. هسه انتوا اختاروا واحد من 3 حاجات. الله أكبر 3 حاجات. الحاجه الاولى تاخذ بندقيتك وتستسلم. الله أكبر. الحاجه الثانيه تاخذ بندقيتك وتلبس ملكي وتتخارج تقوم صوف. الحاجه الثالثه قدوم انا عارفين دي بتعرفوها للناس اللي هسه شنو؟ ما واقع عليهم وعارفين اصلا بيقاتلوا عشان شنو. الكلام ده لحد هنا افتكر بس يا ستة قلت معلش العربية ولا دي حقته؟ دي حقته. هي كده ما فاهم لهم حاجه. لو فيهم زول عاقل، لو فيهم زول عاقل يحفظ دمه ويحقن دمه ودم اخوانه خارج أهلك ويتخارج مشاهرك، لانه الجيش ده يا ولدنا يا صاحبي بشرشحكم. تعرفوا الشرشحه؟ بس الجيش ده بشرشحكم. جبنا